أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج يا مرحبا. تفضل. مشاهدينا الأعزاء، كان معنا هذا وهذا. بعدين ذا يعرف ايش اللي صار لي وعلى يدينا. تكلم عدل يا حسن احسن لك. انا اتكلم عدل، اثقع وجهك انا مصبر عليك. حسن يا قلت لازم استضيفك عندي والشباب يخدمونك، وهم الحقيقة ما راح يقصرون معك. بالتواصل مع نجوم هذا وقتها. كان المفروض يا شيخ تدرك أن المناصحة لولي الأمر تكون في السر مو في العلن عشان ما يصير فتنة، صح ولا لا؟ وحنا دائما نتطلع للمستقبل ونتبنى متطلباتها من تكنولوجيا وورب سبيد. انا سويت اللي علي وجيت ابلغك ان انا بلغت عن الجوهره بصوره شهادتها، ولو كنت ناسيه بذكرك. أكيد يوم ترجعين توقفين على رجولك. لانها سالفه غريبه. أنا ما بسمح لأي مخلوق مين ما كان يكون يشكك بأخلاقي وولائي للأستاذ جاسم. طبعا الفضل لله ثم للأستاذ فهد، وقرر أنه يدفع الغرامة المالية من ماله الخاص. ايه على فكره، مو بس انا اللي مالي علاقه بالخير، كلنا ايدينا غرقانه بالدم. تحلمون الكلام ذا تنسونه. ما في وقت، اخلص علي شينا. قولي ابو فيصل. أبو فيصل؟ لا طبعا ما بصير هيك. اللي يصير ونص بعد. نسوا ياخذونه. ما له لزوم الحين، لأنك كذا ما راح تطلع من هنا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكن ببرنامج التوقعات باستديو 23. ولو سمحت لي بعد يعني لو تشتغل على العرب والحضور. دولارات مصاري. انت بتعبي بالمصاري انت. ولو Long live the king. Oh bloody hell. The king is dead. Long live the dead king. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برلمان ما أدري. ضيفي وضيفكم لهذه الحلقة الإعلامي الأستاذ سرداحي مرداحي. أنت قلت إن الحرب عبثية والطائرات المسيرة هذه وش؟ وتدريب الحزب للحوثيين وهذه وش؟ أنت قلت إن أفضل رئيس العالم رئيس الوقوع. حضرتك إيه رأيك في الماتش؟ أنا والله خايف أقول حاجة يطلع لي حاجة من شكرا لحضراتكم، نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.